مدد يا رب. قبل ما نتكلم عن مسلسل المداح وليه هو افضل مسلسل رعب في مصر، تعالوا نروح جولة كده لمسلسلات الرعب المصرية اللي كانت قبل المداح. يلا بينا نرجع للزمن لسنة 2011. في الوقت ده كان قليل قوي انك تشوف مسلسل رعب، وكانت معظم تصنيفات الدراما في الوقت ده كانت رايحة للكوميدي والسيت كوم. احنا من الناس اللي كانت بتستنى سامي حسين كل سنة في رمضان. هو اي نعم ما عادش بيعمل مسلسلات في رمضان. نرجع تاني لموضوعنا، رمضان 2011 نقدر نقول عليه انه كان رمضان العتاولة. لا مش دول. عندك احمد مكي كان راجع بالجزء التاني من الكبير قوي، ويوسف الشريف في اول بطولة ليه بمسلسل مواطن اكس، وفيفي عبده وسمية الخشاف في المسلسل الناجح وقتها اكيد النساء. وسط زحمة المسلسلات دي اتعرض مسلسل مختلف عن الكل، مسلسل ابواب الخوف اللي ناس كتير بتشوف انه افضل عمل رعب عربي مش مصري. بس المسلسل كل حاجة فيه كانت معمولة صح، من كتابة لتمثيل لاخراج، حتى المزيكا اللي في المسلسل كانت مخيفة. رعب رعب يعني مش اي كلام. يعني بتفكر في الراجل اللي اتقتل؟ المسلسل كان من 15 حلقة، في كل حلقة كنا بنشوف حدوتة مختلفة للكاتب آدم ياسين اللي عنده اتصال غريب بعالم الماورائيات. آدم القصص المرعبة اللي هو بيكتبها كان بيشوفها في المسلسل. المسلسل تناول أساطير مصرية كتير زي النداهة وحلقة الأرض الملعونة اللي شفنا فيها الغفيرة برجل ونص، اللي بالمناسبة لسه بتخوفني لحد النهاردة. كمان المسلسل استمد من الأساطير العالمية، وده اللي شفناه في حلقة الكاميرا الملعونة وحلقة سيدة اللوحة. المسلسل شهد ظهور مميز لمجموعة كبيرة من الوجوه الشابة زي أمينة خليل وعمرو عابد وأحمد فتحي. يمكن من سلبيات أبواب الخوف إن نهايته مفتوحة وقصته مش كاملة، وكان من المقرر إنه هيكون في جزء تاني من العمل، ولكن بسبب مشاكل عمرو واكد الفكرة اتلغت. في سنة 2015 اتعرض مسلسل رعب مصري بعنوان ساحرة الجنوب. المسلسل كان أول بطولة مطلقة لحورية فرغلي. المسلسل مشي في نفس سكة أبواب الخوف، وكان بيتكلم عن السحر والشعوذة. قصة مسلسلنا بتحكي عن روح اللي بتوعه وهي صغيرة في قبر ساحر اسمه ليس الحافي. تفهمي. الحافي ما كانش يقدر عليه إلا اللي خلقه. ومن هنا روحه بتلبسها. المسلسل اتعرض منه جزئين، نقدر نقول ان المسلسل ده قرب لدرجة الرعب اللي كانت موجودة في مسلسل ابواب الخوف. تتر المسلسل كان معمول بشكل حلو وكرياتيف يحسسك بجو الرعب اللي ساد في المسلسل. كمان المسلسل كان فيه مشاهد مرعبة كتير. يمكن العيب الوحيد في المسلسل برضه هو نهايته المفتوحة زي ابواب الخوف بالظبط. وكان من المقرر ان ساحرة الجنوب هيتعمل له جزء تالت ورابع، لكن الفكرة اتلغت. في سنة 2017 اتعرض مسلسل كفر دلهاب ليوسف الشريف. المسلسل ده مختلف عن المسلسلين اللي قبله، هو ما كانش مايل للرعب قوي، هو كان مايل للتشويق والإثارة. قصة المسلسل بتحكي عن قرية اسمها كفر دلهاب بتصيبها لعنة، وبيكون الحل الوحيد للخلاص من اللعنة دي هو الطبيب سعد. صناع المسلسل اجتهدوا ان هم ينقلوا صورة كويسة عن العصور القديمة، وده ظهر لينا في أزياء الممثلين وشكل الشخصيات، والفضل ده كله يرجع لإنجي علاء. في سنة 2021 اتعرض مسلسل المداح. قبل المسلسل ده حمادة هلال عمل كام مسلسل كده منجحوش قوي زي قانون عمر وابن أصول وطاط القد. ومع أول حلقة من مسلسل المداح الناس كلها اتشدت المسلسل وحبت شخصية صابر المداح. نقدر نقول إن شخصية المداح شبيهة شوية بشخصية آدم ياسين بطل أبواب الخوف. الاتنين عندهم قدرات غير طبيعية وبيقدروا إن هما يستبصروا الأحداث. قصة مسلسلنا بتحكي عن الشيخ صابر المداح اللي أبوه كان بيفتح بيه المندل وهو صغير، وأول لما بيكبر صابر بيستغل الهبة إن منحها له ربنا في أعمال السحر والشعوذة. لكن انت ما يصحش تدخل أوضة مكتبي وتفتش فيه. وانا مش هسمع منك الصح والغلط غير لما تقول لي الكتب دي بتعمل ايه. كنت الجزء الأول من المسلسل شفنا شخصية الشيخ سلام اللي جسدها لينا الفنان الكبير أحمد بدير. في رأيي دي كانت أحسن شخصية في المسلسل بعد شخصية البطل. شخصية سلام ما كانتش شخصية مثالية، شخصية حقيقية فيها خير وفي نفس الوقت فيها شر، تحبه وتكرهه في نفس الوقت يعني. غياب سلام عن أحداث المسلسل في الأجزاء اللي بعد كده ساب فراغ كبير. بعد كده شخصية حسن اللي في رأيي بتمثل الجانب الكوميدي في المداح. شخصية حسن بغرابتها وعبطها والضحكة الغريبة اللي هو بيعملها كل جزء ده هتحبها يعني. وأكيد ما نقدرش نتخيل المداح من غير خالد سرحان لأنه واحد من نجوم الأساسيين. مسلسل المداح مش مجرد مسلسل رعب يخوف، لا ده مسلسل مليان روحانيات ومواعظ. يمكن احسن حاجة في المداح ان كل جزء بتكون بدايته حمادة هلال بيغني اغنية بيمدح فيها النبي، ودايما الاغنية بتكون كلماتها جميلة وبتكون اجمل بصوت حمادة هلال. لو اتكلمنا عن افضل الاجزاء في المداح فاكيد الجزء الاول هو الافضل من وجهة نظري. يعني لو بصيت على الجزء الاول كده هتلاقي المسلسل واخد طابع اجتماعي كده وفي حتة رعب سيكا. يعني في الجزء ده احنا مشفناش الشيطان غير في الاخر لما طلع في الحلم الصابر. الفخامة. ما تخافش، طمن يا صابر، الخير اللي جاي لك أكتر من اللي فات بكتير. في
الجزء الثاني اللي كان بعنوان أسطورة الوادي بدأ المداح يدخلنا أكتر في جو الرعب والعفاريت بظهور مليكة اللي كانت نافخة طول أحداث المسلسل. وكالعادة دايما البداية في المداح بتكون سخنة. صابر وأمه وأخوه التلاتة بيحلموا حلم مفزع إن صابر هيقتل حسن. نقدر نقول على الجزء ده إنه كان متوسط، أول 15 حلقة كانوا حلوين، لكن في نص التاني من المسلسل بدأ يحصل مط وملل في المسلسل. في سنة 2023 اتعرض الجزء التالت من المداح اللي كان فيه كاست قوي زي محمد رياض وخالد زكي وعبد العزيز مخيون وغيرهم. برغم البداية القوية للجزء ده وترند ابننا جه اللي ظهر بعد الحلقة الأولى على الفيسبوك، إلا أن الجزء ده كان هو الأضعف والأسوأ في سلسلة المداح. يمكن الحسنة الوحيدة في أسطورة العشق إنه مهد لظهور أكثر شخصية شريرة في سلسلة المداح، شخصية الجن قزح أو سميح الجلاد. في نهاية المسلسل ظهر ماجد المصري بالشخصية دي، ولكن في الجزء الرابع بيجسدها لينا فتحي عبد الوهاب بعد ما اعتذر ماجد المصري عنها، وده بيأكد لينا إن الدور بينادي صاحبه. وشكرا للاستاذ ماجد اعتذر عن الدور، لان الحقيقه فتحي عبد الوهاب عامل عظمه في الجزء الرابع. الجزء الرابع يعتبر من احسن اجزاء المداح. المسلسل كل حلقه فيه احداث ومفيش فيه اي مط وملل. النسخه الرابعه من المداح معديه كل مسلسلات رمضان السنه دي، ويمكن السبب في ده الشخصيه اللي قائم عليها احداث الجزء ده، دكتور سميح الجلاد اللي الناس كلها بتؤمن بيه. ده غير تويست البوابات اللي بتفتح وبيخرج منها الجن. بس يا ترى ده هيكون اخر جزء من المداح؟ حماده هلال قال في لقاءات كتير ان شخصيه المداح تطلع اجزاء كتير، يعني ممكن يكون فيها اجزاء تانية، وده اللي هنشوفه باذن الله في نهايه الجزء الرابع، اذا كانت النهايه مفتوحه زي الاجزاء اللي فاتت ولا لا. مفيش اي حاجه، انا بصور الارض بتاعتي مع انا اشتريتها وبقيت جارك. مش برضو حضرتك الشيخ؟ بس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. سلام عليكم.